اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا ريت لاول مره تشوفوا قناتي تنزلوا تشتركوا بالزرار الاحمر تحت الفيديو وتفعلوا لي زر الجرس وتختاروا الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكوا اشعار بيه وتشوفوني ان شاء الله. النهارده هنعمل ايه؟ النهارده الفيديو آه خفيف كده وقمر وعسل وسكر وقشطه وكل الحاجات الحلوه. عشان ايه؟ عشان انا مش هدخل المطبخ النهارده. الحمد لله الحمد لله مش هعمل اكل. جوزي هيجيب اكل وهو جاي من الشغل، فانا مش هجيب اكل. فانا مرتاحه، نفسيتي مرتاحه، الرخامه فاضيه كده والبوتاجاز نضيف والحوض مفيهوش مواعين. وبصوا بصوا انا مبسوطه، لو يعني انا نفسي ازغرط، نفسي ازغرط، فبس انا ما بعرفش. فاللي يعرف يزغرط ينزل يزغرط لي بالتعليق. فمبسوطه جدا جدا. ما وريش بقى، ومش هدخل بقى المطبخ النهارده خالص خالص، مش عايزه ادخله اساسا. فمرتاحة ونفسيتي مرتاحة وطايرة طايرة في السعادة يا جماعة. انتوا مش متخيلين انا بقضي حياتي كلها في المطبخ. في ناس بتقولي انتي ما بتصوريش في المطبخ وبتاع وانتي بتعمليش اكل. لا، انا بعمل اكل 24 ساعة بعمل اكل، بس انا ما بحبش اصور في المطبخ. يعني بحس ان انا متكتفة قوي في التصوير ده. التصوير بيكتفني قوي، وكمان المطبخ بقى وبتاع وانتي عايزة تعملي اكل بسرعة، عايزة تخلصي، عايزة تعملي. ان انا فكره ان انا افتح كاميرا واصور يعني المطبخ اصلا تصوير فيه بيخنقني. فهو اللي ببقى بس ببقى غصب عني. مثلا ممكن اعمل الاكل واصوركم بعد ما خلصت الاكل، اما وانا بعمل اكل ببقى مخنوقه. يعني حاسه ان انا مش قادره ان انا افتح كاميرا واصور. وانا من الناس اللي ما بتحبش قوي دخلة المطبخ، ما بحبهاش. انا والمطبخ كده ما بنحبش بعض، تحسوه هو اصلا ما بيحبنيش وانا ما بحبوش. فبس هعمل ايه يعني، غصب عننا ومضطرين ان احنا نعمل كده. المهم، اسفه ان انا طولت عليكم المقدمه، بس انا مبسوطه فحبيت ان انا اوصل لكم الشعور ده عشان تتبسطوا زيي. هنعمل ايه النهارده؟ بما ان احنا مش داخلين المطبخ ومش هنعمل اكل النهارده، فننطلق بقى في البيت نشوف ورانا ايه كده ونعمله. هيبقى روتين خفيف سريع. يعني في كل اوضه كده هندخل اللي هو الترتيب بتاعنا اليومي اللي هو سريع. بننضف بنكنس الارض، بنطلع الفرش مثلا في الشمس شويه، بنغير الملايات لو محتاجه ان هي تتغير. عندنا شويه غسيل اللي هنطلع نلم ونطبقه مع بعض. بصوا، هنشوف ايه اللي ورانا هنعمله. اكيد طبعا اكيد طبعا، يعني مش هنفضل قاعدين كده مأنتخين ما وراناش حاجه. لا، احنا اكيد ورانا حاجات كتير. فنستغل بقى فرصة ان احنا مش داخلين المطبخ وننطلق في البيت. فانطلقوا معايا بقى خلال الفيديو، واللي لسه مش حطيتولي لايك ده حطولي لايك، ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة بقى هنعملها، هندخل بقى على الأوضة دي. اطلع بقى البطانية كده شوية في الشمس، وهغير بقى الفرش بتاع السرير، لان انا من يوم ما عملت لكم الفيديو اخر مرة في الأوضة هنا بصراحة ما غيرتش الفرش خالص. فقلت بقى هغير الفرش المرة دي. هعدل كده بقى الستورة وهغير الفرش. مش هنعمل حاجات كتير النهاردة يعني، او مش او الأوضة مثلا اللي هدخل انضفها او المكان اللي هدخل اروقه هشقلب الدنيا فيه، لا. هو بس كل الفكرة لو بس السرير محتاج الفرش يتغير من عليه. هنكنس كده بس السجاد كنسة خفيفة بسيطة يعني بسرعة. أي حاجة عندي في الأوضة عايزة تتلمع بسرعة بسرعة كده هنلمعها. اللي هو الروتين اليومي بتاعنا اللي هو احنا بنعمله على طول، اللي هو سريع سريع ده. آآ مش حاجات بقى اللي هو الروتينات اللي بتبقى عميقة، إن انتِ بقى تنضفي من تحت السرير وتشيلي الستاير وتغسليها والسجاد وتغسليه وحاجات كتير كده. لأ، هو الروتين بتاعنا اليومي اللي إحنا متعودين عليه. وزي ما قُلت لكم أنا اليوم ده ما كانش عندي يعني ما كنتش هاعمل أكل. ففكرة إن أنا أدخل المطبخ أصلًا والله العظيم بياخد نُص اليوم عندي تمامًا. طبعًا أنا من الناس اللي لمّا باعمل أكل ما باحبش يكون الحوض فيه أطباق ومواعين وحاجات من دي. ما باحبش البوتاجاز بتاعي يكون شكله مش كويس. فتلاقوني 24 ساعة في اليوم اللي أنا باعمل فيه أكل قاعدة في المطبخ، أروّق وأغسل وألمّع وأمسح وأعمل والحاجات دي. لإن أنا نفسيتي بتبقى مرتاحة لمّا بيبقى مطبخي شكله حلو كده ونضيف. آآ مش فارق عندي البيت بعد كده، لإن أنا البيت ممكن في نُص ساعة والّا في ربع ساعة أكون عملت البيت كلّه، زي ما أنتم هتشوفوا معايا في الفيديو دلوقتي. عملت معاكم البيت كلّه، وكمان لمّيت غسيل وطبّقته وعملت حاجات كتيرة أوي، ما كمّلش معايا نُص ساعة، ربع ساعة، بسرعة، 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 لإن البيت نضيف أصلًا.
مش بيعذّبني في إن أنا أروّقه أو أنضّفه، الأوض بتبقى نضيفة، البيت بيبقى نضيف. أنتِ بس بتنفّضي من العفار، من التراب اللي على الفرش، من الحاجات زي كده. لو كان الأوضة برضه الفرش بتاع السرير كان نضيف مش محتاج، أنتِ ما بتشيليهوش، بس على أساس أنتِ بتطبّقي أو مثلًا بتشيلي البطاطين أو اللحفة أو الحاجات دي تحطّيها في الشمس شوية. يعني الروتين بتاعنا اللي هو اليومي ده خفيف، بسرعة، بسرعة بتكوني خلّصتِ. أنا هنا زي ما شُفتوا شِلت الفرش بتاع السرير وغيّرته، وأول حاجة طلّعت البطانية شوية في الشمس. وبعدين جيت هنا بس على المراية لمّعتها، عشان أنا المراية دي بالذات لازم تكون متلمّعة، هي والمراية بتاعة البوتاجاز بتاع المطبخ ده، هُم دول لازم، هُم دول أكتر حاجة مكرّهاني في حياتي، بجد. ما باستحملش إن أنا أشوفهم خالص عليهم بصمات إيد كده أو مطبّعين أو حاجات من كده، أنا ما باستحملش المراية دي بالذات تكون عليها أي حاجة. فلمّعتها هي بس عشان كانت شكلها مش كويس، فلمّعتها وخلاص على كده، وكنست كمان الأوضة، وقفلت البلكونة شوية، وسِبت البطانية شوية في الشمس. هنيجي هنا كده نفتح الستارة بتاعة الأنتريه هنا، وهافتح الشباك برضه. وهاجي كده هانفّضها، هادّيها تنفيضتين كده مكان ما إحنا كنا قاعدين، الولاد أكلوا حاجة بتاع، فادّيها تنفيضة كده خفيفة واحط الفرشة عليها تاني. بُصّوا، أنا الفرش ده كان عندي، كان بتاع كبير كده، مفرش كبير أوي، هو بيج في نبيتي المفرش دوّة. فأنا جِبته بصراحة، ما كنتش باستخدمه، فجِبته قصّيته كده، عملته زي حِتَت صغيّرة كده باحطها إن هي بس تحافظ على الشَّلْتة بتاعة الصالون. الحتت النبيتي اللي كانت فيه بصراحة ما كفّتش، فعملت بقى البيج حطيتها على الكنبة الكبيرة. شكلهم كويس، مش وِحِش يعني، حتى أصلًا الصالون فيه بيج وفيه نبيتي، فهُم شكلهم كويس مش وِحشين. هُم حلوين دلوقتي مؤقتًا، بحيث لمّا بقى آجي أطلع وأجيب بقى فرش للصالون كلّه يحافظ عليه، لإن عندي برضه الإيدين بتوعة الكنب اللي هُم الكنبة الكبيرة والكنبة الصغيرة ده، أنا عايزة برضه أحط على الإيدين دول أي مفارش وحاجة زي كده، عشان خاطر ما تتبهدلش من الولاد، لإنه لونه صعب أوي، صعب أوي، صعب، 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 والولاد عندي لسه صغيّرين برضه، فأي حاجة في إيديهم بيرموها هنا، بيحطوها هنا، بيمسكوا بيها بتاع، بتبصّم على الحيط، على الفرشة كده، فبتبهدل الدنيا، وأنتِ مش هافضل طول النهار ماشية أنا بقى وراهم أمسّح وأكنس وأغسل وأمسح، يعني حرام. فنحافظ على الحاجة بتاعتنا ونحافظ كمان على صحتنا يا جماعة، صحتنا دي إحنا لاقيينها. ف هاحاول بقى إن شاء الله بإذن الله أجيب فرش للصالون كلّه مرّة واحدة، عشان كلّه يبقى شكل بعض، يعني مش هاحط من هنا حاجة وأحط حتّة هنا وحتّة هنا وكده، يبقى كلّه شكله مش كويس. لمّا أجيب له المفارش دي هيبقى شكلها حلو وهتحافظ لي عليه. المهم زي ما أنتم شُفتوا كده نفّضت الفرشة ورجّعتها مكانها تاني، عملتها بنظام يعني، وبعدين جِبت كده المقشّة بتاعتي القمر وقعدت أكنس. هتشوفوا دلوقتي ما فيش حاجة، المكان مش مطلّع عفار كتير، هو شوية تراب وحاجات من كده، وبعدين أنا عندي بس السيراميك أصلًا هو دايمًا، دايمًا تحسّوه مطرّب، هو ما بيبقاش مطرّب بس دايمًا تحسّوه مطرّب، لإن الحاجات اللي هو السيراميك الغامق والكلام دوّة على طول، على طول لازم إيدِك فيه. لو مش دايمًا مسحتيه بيبقى زي ما أنتم شايفين شكله كده تحسّوه مطرّب وشكله مش أحسن حاجة يعني. وجِبت هنا كده المساحة، أنا باحب دايمًا إن أنا أمسح اللي هي الحتت اللي تحت الكنب بتاع الصالون ده لازم أمسحها، لإن أنا زي ما قُلت لكم أنا بتبقى مطرّبة وبيبقى شكلها مش كويس، فبادّيها لمعة كده. مش هاشيل السجادة ومش هامسح من تحتها ومش هاكنس من تحتها ومش ليها لازمة خالص إن هي تتشال دلوقتي حاليًا يعني. زي ما قُلت لكم إن الروتين كان سريع وحاجات كده، إن هو اللي هو الروتين بتاعنا اللي هو اليومي بتعملي كل حاجة من فوق، من فوق كده، مش ما بتشيليش بقى وما بتمسحيش وما بتكنسيش وكلام من دوّة. هنعمل الروتينات دي مع بعض، بس مش دلوقتي، يعني لسه شوية، إحنا لسه بقى طالعين من العيد وفارشين الفرش بتاع العيد وإلى حدٍ ما حاجاتنا نضيفة لسه، ما مش مستاهلة بصراحة إن إحنا نبهدل نفسنا. وبعدين العيد الجاي خلاص، يعني عيد جاي أهو بعد شهر، بعد شهرين، نسيب صحتنا شوية لفيما بعد، عشان في حاجات وفي مرمطة جاية قدّام، فإحنا نرتاح شوية.
المهم كنت خلصت معاكم كده خالص. وكان عندي بقى ايه شويه هدوم، قلت اطلع المهم، بس بصراحه ما طلعتش لميتهم على طول. يعني بعد ما خلصت معاكم الصالون ومسحته وكنسته كده، كان جوزي جه وكان جايب الغدا وقعدنا واتغدينا وشربنا كوبايه شاي قمر كده، وبعد كده هو رجع الشغل تاني. وبعدين قلت بقى اكمل معاكم تصوير الفيديو. طلعت بقى قلت كان عندي شويه هدوم كده كنت غسلاهم منشراهم من امبارح بالليل. فقلت هطلع لمهم معاكم. بصوا يا حبايب قلبي، انا ما بحبش انشر في الشمس ولا الم هدوم في الشمس، ما بحبش الحته دي خالص. ما بحبش الشمس، ما بحبهاش، ما بستلطفش. هو بيقولوا لك لازم ان انت تنشري الهدوم في الشمس عشان الشمس تيجي كده على الهدوم. ف يعني بتبقى حلوة للهدوم وكده. بس أنا ما باحبش كده، أنا بقى بانشّر من بالليل وباسيبها تاخد الشمس بتاعة اليوم كلّه مع نفسها. وبعد كده يعني أنا كنت بالِم الهدوم دلوقتي كان قبل ما المغرب يأذن بحاجات بسيطة، يعني زي ما انتم شايفين الدنيا بقت غروب خالص اهوت، وكان قبل المغرب بحاجات بسيطة. فأنا ما بح... أنا من الناس اللي ما بحبش لا أنشر في الشمس ولا ألم هدوم في الشمس. أنا بنشر من بالليل واسيبها بقى تاخد الشمس بتاعت اليوم كله تاني يوم يعني. وبعد كده أطلع ألمها قبل المغرب بحاجات بسيطة، بعد العصر برضو تكون الجو كان هادي كده ومفيش شمس ولا حاجة. بس، فجِبت كده معاكم الهدوم. وبصراحة برضه ما طبّقتهاش بعد ما لمّيتها على طول. أنا قعدت مثلًا نُص ساعة كده والّا حاجة، وبعدين بدأت إن أنا إيه، أطبّقها معاكم. الفيديوهات أو الروتينات اللي إحنا بنعملها ما بتبقاش كلّها ورا بعضها، يعني هي بتبقى في نفس اليوم، بس ما بتبقاش كلّها direct ورا بعضها، ورا بعضها، ورا بعضها. لأ، إحنا بنبقى ناخد إيه، هُدنة كده، قاعدين مع نفسنا ومرتاحين شوية، اللي هو مش كلّه ورا بعضه. أنتِ طبعًا في الفيديو في حاجات مثلًا بتحصل، حد بيخبّط عليكِ على الباب، حد من الولاد مثلًا عايز حاجة بتاع، عايز ياكل، عايز يشرب. بتفضلي تفصلي في الفيديو وتفضلي تعملي ورا بعضه، ورا بعضه، ورا بعضه كده. المهم هنا كده كان قبل أصلًا ما العِشا تأذّن كمان بحاجات بسيطة. آآ جِبت الهدوم زي ما أنتم كنتم شايفين كده وحطيتها في استبت وسِبته على الفريزر شوية. وبعدين قُلت بقى هاطبّقهم، خلاص كفاية كده هاطبّقهم يعني. بصراحة كنت هاكسّل إن أنا أطبّقهم والله العظيم، لو ما كنتش عايزة أكمّل الفيديو معاكم ما كنتش هاطبّقهم، كنت مكسّلة جدًا. هنا حطيت الفريزر حطيته في المكان ده. أنا كنت حاطاه في الأوضة الأول، بعد ما فضّيت الأوضة كانت الأوضة فاضية ما كانش فيها أي حاجة غير بس المراتب والفريزر، كنت حاطاه ورا الباب على طول. بس لمّا جيت بقى جابوا الأوضة وكده وطلّعت الفريزر برّه خالص، وقُلت لمّا أشوف هاعرف يعني لمّا ييجوا يحطّوا لي الأوضة هاشوف كده يعني هينفع والّا مش هينفع إن أنا أحطّه في المكان ده. بس المكان كويس، مش مضايقني في حاجة، شكله كويس ومش مضايقني في أي حاجة خالص. فحطيته في الداخلة أول ما بتخشوا من الباب كده، فهو في الوش على طول. عند باب البلكونة بالضبط، في الحتة اللي عند باب البلكونة دي. فهو مش مضايقني في حاجة وما كنتش لاقية له مكان أكتر، يعني مش في مكان أصلًا، مش لاقية له مكان برّه خالص. فزي ما قُلت لكم مش مضايقني في حاجة. هنا بعد كده ما خلّصت ودّيت بقى كل كده خلاص 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 خلصنا الحمد لله. مبقاش ورايا اي حاجه خالص دلوقتي بقى اعمل لي كوبايه شاي كده قمر كده زي واروح اقعد بقى قدام التلفزيون كده، او امسك الموبايل اشوف اي حاجه ورايا، او انادي على سلايفي. نقعد ننم على الناس. ابص هعمل اي حاجه، انا فاضيه يا جماعه، ما وريش حاجه خالص الحمد لله خلصت. وكمان فاضل حاجات بسيطه والعشاء اتأذن يعني. لسه الليل في اوله يعني، فالحمد لله انا كده خلصت. حتى بصوا الاوضه كمان نضيفه اهي، ما فيهاش اي حاجه، السراحه نضيفه، السرير نضيف. كنت عايزه اقول لكم حقيقي ان انا جبت الفريزر هنا في المكان ده. مع كان ما كنتش لاقيه له مكان بصراحه، وكان كمان كنت حاطاه هنا في الاوضه وكنت حاطاه ورا الباب هنا، فكان مضايقني الدنيا خالص. وحسيت ان انا لما اجي احط بقى سراحه تاني واحط الاوضه تاني وبتاع هيضايقني الدنيا. هو كان الاوضه كان موجود في الاوضه والاوضه كانت فاضيه، فما كانش مضايق الدنيا قوي، بس حسيت لما اجي احط الفرش الدنيا هتضيق. لما حطيت الفرش بالطريقه دي فالدنيا بقت ظريفه معايا، والمكان دوت كان فاضي. بصوا هنا انا شلت
الضرفه اللي هنا كلها شلتها، اللي هي هنا دي شلتها، وده بيقفل وبيفتح عادي اهو بضرفتين، الضرفتين بيفتحوا وبيقفلوا وبعرف ادخل واخرج براحتي. فهو هنا مش مضايق لي الدنيا، وهنا شكله حلو يعني الى حد ما شكله حلو، فمش مضايق لي الدنيا والدنيا تمام معايا. فيلا بقى لو وصلتوا معايا لاخر الفيديو متنسوش تحطوا لي لايك وتكتبوا لي كومنت حلو كده عشان يشجعني ان اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر. يلا مع الف سلامه، باي.